لما ضرب اليهود اخواننا على ارض فلسطين وسكت المسلمون وتحركاتهم هزيلة طال الطغيان فحلق الطيران على اليمن زاد الطغيان وحلق الطيران على ارض قطر، وربما يزداد الطغيان ويحلق على ارض مصر، وربما يزداد الطغيان ويحلق على ارض المملكة، وربما يزداد الطغيان ويضرب الاردن، وربما يزداد الطغيان ويضرب العراق، والتاريخ كأنه يعيد نفسه. فاذا لم يكن هناك تكاتف وتعاون وتآزر، لاننا لا يمكن ان نحمل شعبا، اذا ادركنا المؤامرة العالمية لا يمكن ان نحمل شعبا كل الهم، لاننا اذا كنا مدركين لو قامت الدول الصغيرة تكاتفوا عليها وضربوها، اقتصادها هش، بنيتها التحتية هش، جيشها هش، التكاتف داخل الشعب هش، سيضربوها بكل سهولة. وانما يكون بتكاتف الجميع وبتضافر الجهود من المجتمعات الاسلامية لمواجهة هذا الطغيان.